مين فينا مش بيحلم انه يبقى غني وعنده فلوس كتير؟ الوصول للهدف ده ممكن يكون صعب في عيون بعض الناس، بس هو في الحقيقة مجرد مسألة وقت للناس اللي عارفين يوصلوا له ازاي. تعال نخليك من اللي عارفين يوصلوا له ازاي دول. اول خطوة لازم توقن انك تقدر تبقى غني. طالما بعض الناس قدروا يغيروا حياتهم ويحققوا حلمهم، يبقى انت كمان تقدر. وجود قناعة جواك بالمبدأ ده هي بداية الوصول لهدفك. وقف البحث عن المال. ما تستغربش، ممكن يكون ده عكس اللي انت عايزه، بس انشغالك بكسب المال هو فعلا عكس اللي انت عايز تعمله. لو بتحاول تبقى غني لازم تدور الأول على الموهبة اللي هتمكنك من تحقيق أحلامك بسهولة، واللي من غيرها انت مجرد شخص عادي. بمجرد ما تجد الموهبة اللي انت متميز فيها، ومهما كانت الموهبة دي، ابدأ في البحث عن الناس اللي أصبحوا مشهورين في نفس المجال ده. خليك متأثر بقصصهم واعرف ازاي أصبحوا أغنياء. ده هيرسم لك الطريق اللي هتمشي عليه إلى حد كبير. مش شرط الموهبة دي تكون رسم أو غناء، ممكن تبقى قدرتك على تنظيم الوقت مثلا، أو مهارتك في إدارة المواقف الصعبة. وخليك واثق إن مهما كانت موهبتك فهتقدر تصبح غني باستخدامها. تجنب العمل الوظيفي. العمل كموظف في شركة أو مكتب أو غيره ممكن يدر عليك بعض المال، لكنه هيقتل حلمك تماما في إنك تصبح غني. العمل الحر هو طريقك للوصول للغنى، عشان كده لازم تبدأ البيزنس بتاعك فورا باستخدام المهارات والمواهب اللي بتمتلكها واللي انت متميز فيها. مفيش شك إن المجازفة ربما تكون عالية، لكن للأسف هو ده تمن الوصول للغنى. طبق مقولة الوقت من ذهب. إدراكك الجيد لقيمة الوقت هي الوسيلة الأهم لتحقيق أحلامك. كل الأشخاص الناجحين في مجالاتهم بيتشاركوا مع بعض في صفة، ألا وهي تنظيم الوقت. تقدر تعرف إزاي تنظم وقتك من الفيديو ده. الوصول لهدفك في إنك تصبح غني مش سهل، لكن الحفاظ عليه أصعب وأصعب. لازم تفهم إن حلمك مش هيتحقق في يوم، عشان كده لازم تحافظ على نجاحك وتكمل عليه مهما وصلت لمراحل متقدمة. الحفاظ على نجاحك ده هو اللي هيوصلك لأبعد مما كنت بتحلم. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش زيارة موقعنا www.forga.tk.